هنتكلم عن السمارت كونتراكت. في اليوني سواب فيرجن 2 بروتوكول. لو رحت عندهم في الجيت هاب هتلاقي 2 ريبو، واحد بعنوان الكور والتاني البرفيري. في الكور هنا هتلاقي 3 سمارت كونتراكت، اللي هو اليوني سواب فيرجن 2 ERC20 واليوني سواب فيرجن 2 فاكتوري واليوني سواب فيرجن 2 بيرث. تمام. اما في البرفيري هتلاقي يوني سواب فيرجن 2 راوتر، سواء 01 أو 02. يبقى الجيت هاب هتلاقيه متقسم لاتنين كور، لاتنين ريبو، واحد اللي هو الكور والتاني البرفيري. الكور دوت من معنى كلمة كور اللي هو فيه السمارت كونتراكت اللي هو يعتبر قلب البروتوكول نفسه، والبرفيري دوت اللي فيه سمارت كونتراكت اللي هو بيساعد معانا في البروتوكول. خلينا ناخد أول سمارت كونتراكت اللي هو اليوني سواب فاكتوري. اليوني سواب فيرجن 2 factory.sol. السمارت كونتراكت دوت مسؤول عن ايه؟ اول حاجه السمارت كونتراكت دوت مسؤول عنها انه هو اللي بيعمل ديبلوي، من معنى كلمه فاكتوري اللي هو كلمه المصنع، هو اللي بيعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو اليوني سواب فيرجن 2 بير. هو اللي بيعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت دوت. ليه؟ عشان يعمل لينا التريدنج، عشان يعمل التريدنج بير، يدينا بير او ليكويديتي بول نقدر نعمل فيه سواب. طبعا انت عارف في البروتوكول اليوني سواب ممكن يكون عندنا بير مثلا وليكن ايثيريوم ويو اس دي سي دوت ليكويديتي دي بول او ليكويديتي بول نقدر نعمل فيه سواب بين عملة الايثيريوم واليو اس دي سي. وممكن يكون عندنا بير تاني برضو ايثيريوم مع عملة الداي. وممكن يكون لينا بير تالت او بول تالت وليكن الويس اللي هو الرابد ايثيريوم مع مثلا اليو اس دي تي. معنى الويس هنا ايه؟ اللي هو الرابد ايثيريوم. الرابد ايثيريوم دوت ده عبارة عن اي ار سي 20 توكن بيمثل عملة الايثيريوم. يعني انت ممكن تعمل سواب بين اي ار سي 20 توكن و اي ار سي 20 توكن تاني. الكلام دوت ما كانش موجود في اليوني سواب فيرجن 1. دول كده بنقول عليهم ايه؟ بير. وكل بير بيبقى فيه 3 ادرس. اول حاجة الادرس 0 وليكن بتاع التوكن 0، والادرس 1 بتاع مثلا التوكن
1 اللي هو اليو اس دي سي، والادرس بتاع السمارت كونتراكت بتاع البير نفسه. بير. يبقى فهمنا كده الفاكتوري دوت هو اللي بيعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي بينشأ البير نفسه اللي احنا هنقدر نعمل فيه اسواب ونضيف فيه ليكويديتي بحيث ان اي حد يقدر يعمل اسواب. تمام. بعد ما بيعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت ده، هل كده مهمته خلصت؟ لا. تاني حاجة بيعملها بيتأكد والانشورنج not duplicated. بيتأكد ان البير دوت مش متكرر تاني، يعني ما ينفعش في اليوني سواب تلاقي 2 بول بنفس مثلا التوكن الايثيريوم واليو اس دي سي. فهو بيتأكد من موضوع ان ما يكونش فيه duplicated، ان البول مش يتكرر تاني. يعني عندنا في البروتوكول مثلا اليوني سواب فيرجن 2 هو بول واحد مسؤول عن الايثيريوم وعملة الداي، هو بول واحد اللي فيه الليكويديتي ونقدر نعمل عليه سواب. فهو وظيفة الفاكتور دوت بيتأكد ان البول ما يتكررش. اي شخص مثلا عاوز يضيف مثلا ليكويديتي وليكن في البول بتاع الايثيريوم والدي اي، سواء ده في عملة الايثيريوم الاول او ده في عملة الدي اي الاول، هيرجع للبول ده اللي هو الايثيريوم والدي اي اي. تاني حاجة او تالت حاجة مسؤول عنها بيعمل سورت للبيرز دي. ليه بيعمل سورت ليها؟ هو بياخد كل الادرس بتاعت البير ديت والادرس بتاع التوكن الاولاني والتوكن التاني، وبيعمل لهم سورت واندكس وستورنج وبيخزنهم عنده. بحيث قلنا اول حاجه هو بيعمل لهم سورت من الصغير للكبير. يعني لو عندي توكن مثلا الايثيريوم، لو عندي بيرز ده الايثيريوم مثلا او الويس واليو اس دي سي واليو اس دي تي، قلنا كل توكن ليه ادرس طبعا، ادرس 0 وادرس 1. هو بيعمل لهم سورت برتبهم بحيث ان الادرس 0 يكون هو الاول والادرس 1 يكون هو التاني. بحيث لو انت مثلا او اي شخص اجى يعمل مثلا بيضيف ليكويديتي وضاف اليو اس دي تي الاول وبعدين الويس، البول هيرجع في النهايه ان الادرس الاصغر هو الزيرو هيبقى في الاول، والادرس اللي هو ال1 او الادرس الاكبر هيبقى رقم 2. بحيث زي ما قلنا ما فيش حد مثلا يجي يضيف اليو اس دي تي وبعدين الويس فتلاقي بول تاني بعنوان مثلا اليو اس دي تي والويس. الكلام ده مش موجود، سواء ضفت ده الاول او الاثيريوم الاول هم هيروحوا لبول واحد او هيكون البير واحد، هو هيعاود ترتيبهم تاني. تاني حاجة بيعمل ليهم ستورنج، بخزنهم عنده في المابنج وفي الاري، بحيث البول معنا ما يتكررش، ما يكونش فيه تكرار للبول، ما يكونش عندنا 2 بول اللي هو ويس ويو اس دي تي، بحيث السيولة ما تكونش متقسمة على 2 بول. لازم السيولة تبقى كلها في بول واحد. طالما التوكن الاولاني والتوكن التاني هم السيولة لازم تكون في بول واحد. واللي مسؤول على الكلام دوت هو اليوني سواب فاكتوري. تمام. رابع حاجة بيعملها معانا الفيز. السمارت كونتراكت دوت هو اللي مسؤول يحدد الفيز بتاعت البروتوكول هتروح لأي عنوان، هتروح لأي أدرس. تمام. احنا متفقين ان الفيز بتاعت البروتوكول كانت بتروح لمين؟ للليكويديتي بروفايدر، صح؟ الليكويديتي بروفايدر. امال ايه اللي بيعمله السمارت كونتراكت دوت؟ الفيز في الاول كانت مثلا
اول ما انشأوا البروتوكول كانت الفيز بتروح للتيم بتاع اليوني سواب. كان في نسبة مثلا بتروح للتيم بتاع اليوني سواب ونسبة بتروح للليكويد بروفايدر. فهو البول دوت مسؤول ان يحدد الادرس اللي هتروح ليه الفيز، وكمان حاجة تاني الادمن اللي يقدر يغير الفيز دي، الادرس بتاع الفيز ده. يعني وليكن بقول له مثلا في البروتوكول دوت او البول دوت الفيز هتروح لمحمود، ويبقى في ادمن يقدر يغير مثلا الادرس بتاع الفيس دوت ان هي مثلا بعد كده ممكن تروح لاحمد او شخص تاني. ليه الكلام دوت؟ زي ما قلنا في الاول الفيس كلها كانت بتروح لمين؟ للتيم بتاع اليوني سواب. طيب الموضوع دوت كده فيه شبهة سنتراليزد، ان الموضوع بقى مركزي وان التيم هو اللي بيتحكم في الفيس بتاعة البروتوكول. الموضوع ده اتغير قدام، وغيروا عنوان الادمن دوت بحيث يكون موضوع governance اللي هي الحوكمة، إن المتحكم في البول أو المتحكم في البروتوكول هم الناس اللي معاهم التوكن اليوني سواب. والموضوع طبعا بيتم عن طريق فوتنج، تصويت، وكل واحد معاه نسبة من التوكن اللي هو اليوني سواب يقدر يدخل يعمل فوتنج. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على السمارت كونتراكت الاولاني اللي هو اليوني سواب فيرجن 2 فاكتوري. هنتكلم على السمارت كونتراكت اللي هو الاي ار سي. اليوني سواب فيرجن 2 اي ار سي 20. ده مسؤول عليه بقى التوكن دوت او السمارت كونتراكت دوت. السمارت كونتراكت دوت مسؤول عن ان هو يعمل منت لل بي توكن اللي بتروح للليكويديتي بروفايدر، وهو في نفس الوقت يعمل بيرن ليها، ويبقى عارف الشير بتاع ال بي توكن. طبعا متفقين ان ال بي توكن ديت بتروح للليكويديتي بروفايدر. امتى يعمل له منت؟ لما تيجي انت تضيف سيوله added liquidity، هو بيعمل ليك منت وبيديك عملة ال بي توكن، وفي نفس الوقت بيديك العملة اللي هي بتحدد نسبتك في البول دوت. وفي نفس الوقت برضه هو بيعمل بيرن لما تيجي تعمل ريموف للليكويديتي الخاص بيك. انت بتبعت له ال بي توكن دوت هو يحرقها ويديك هو نسبتك من البول اللي هي الشير، بيرجع لك هو نسبتك من البول. تمام. يبقى احنا اتكلمنا كده على اليوني سواب فيرجن 2 اي ار سي واليوني سواب فيرجن 2 فاكتوري. ده بنعتبره البرين او عقل البروتوكول. السمارت كونتراكت اللي موجود معانا او الثالث اليوني سواب فيرجن 2 بيرز، اللي قلنا ان الديبلوي الفاكتوري هو اللي بيعمل ليه ديبلوي. تمام. البيرز دوت هو يعتبر قلب البروتوكول. نتكلم على اليوني سواب فيرجن 2 بيرز. ده بقى مسؤول عن ايه؟ ده انت لو فهمته، احنا بعد كده هنتكلم عن السمارت كونتراكت دوت وهنكتبه مع بعض. ده لو فهمته يبقى انت فهمت 75% من بروتوكول اليوني سواب. تمام. وفهمت برضو يعتبر قول نص موضوع الدي اي اف اي الديسنتراليزد فاينانس بالنسبه للناس اللي مكمله في مجال اللي هو التمويل اللا مركزي. طيب اليوني سواب فيرجن 2 ده مسؤول عن ايه؟ احنا قلنا مثلا لو عندنا بول او ليكويديتي بول وليكن ايثيريوم و يو اس دي سي. طبعا هنا في ايثيريوم محجوز ريزيرف 0 وليكن ده ريزيرف 1. اللي هو بيمثل ايه؟ هو الريزيرف ده هو بيمثل ليكويديتي. ده بول عادي موجود على
بروتوكول يوني سواب، والبول ده فيه ليكويديتي، سيولة. السيولة دي بتبقى عبارة عن العملتين نفسهم اللي هو الإيثيريوم واليو اس دي سي. مين المسؤول عن السيولة ديت؟ هو بروتوكول اليوني سواب فيرجن 2 بير، وهو اللي مسؤول عن عملية السواب اللي بتتم في البروتوكول ده، سواء كنت هتعمل سواب من عملة زي الإيثيريوم لليو اس دي سي، وده بنقول عليه سنجل هاب سواب، ودي بين عملة الإيثيريوم و اي ار سي 20 توكن. وممكن يكون السواب بين الإيثيريوم مثلا وعملة تاني زي الام كي ار. طيب هل في بول في اليوني سواب، في البروتوكول اليوني سواب موجود في الإيثيريوم والام كي ار؟ لا، مفيش بول، بس في بول بين الإيثيريوم وعملة الدي اي اي، وفي بول بين عملة الدي اي، يعني في بول بين الايثيريوم والدي اي، وفي بول تاني بين الدي اي والام كي ار. ده بنقول عليه مالتي هاب سواب، وهنتكلم عن الكلام ده بعدين. يبقى اليوني سواب فيرجن 2 بير هو المسؤول عن عملية السواب، وهو اللي بتنفذ فيه عملية ال AMM، اللي هي المعادلة اللي احنا قلنا x في y بيساوي k. هي بتتم في السمارت كونتراكت دوت، او السمارت كونتراكت دوت هو اللي مسؤول عنها، وهو برضو اللي بيحسب نسبة الفيز. عملية الفيز اللي هي 0 النسبة ديت هو موجودة برضو في السمارت كونتراكت دوت، سواء ان 3% من دول بيروحوا كلهم للليكويديتي بروفايدر، او جزء منهم بيروح للبروتوكول نفسه. وده حصل في التحديث الاخير بقى سوتس، الكمية ديت بيروح للبروتوكول نفسه، بحيث النسبة ديت المقابل بيها بيتم حرق توكن اليوني سواب، وهتفهم الكلام دوت قدام. وهو برضو المسؤول ان هو يستدعي الاي ار، هو الاي ار سي 20، هو اللي بيحسب ال بي توكن ونسبة الشير في البول دوت. هو بيستورد السمارت كونتراكت اللي هو الاي ار سي 20، وهو اللي بيحسب له ال بي توكن والشير. هو بيقول له انت هتعمل منت قد ايه، وهتحرق قد ايه، والبرن قد ايه. يبقى ده كده بالنسبة لليوني سواب فيرجن 2 بير. عرفنا ليه هو دوت يعتبر قلب النظام دوت. قلب النظام لانه هو اللي متحكم في عملية السواب. وهنعرف هنا الكذا فانكشن اللي موجودين في عملية السواب، وهنتكلم بعد كده على السنجل هاب سواب والمالتي هاب سواب. وقلنا دوت اللي بيتم فيه اخطر عملية او قلب البروتوكول هي عملية ال AMM، او المعادلة اللي بتحدد السعر، هي البرايس بتاع كل توكن في البول. عندنا بعد كده بقى اليوني سواب فيرجن 2 راوتر. ده بقى وظيفته ايه؟ ده موجود في الريبو التاني اللي هو بيرفيري. ده موجود في الريبو التاني اللي هو بيرفيري. ده اللي اليوزر بيتعامل معاه، اللي هي الوالت واليوزر بيتعامل معاه. ده زي ما يعتبر الانترفيس بتاعة البروتوكول. هو ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان هو بيقدر يعمل كول للفانكشن اللي موجودة في اليوني سواب فيرجن 2 بير. بمعنى انا اليوزر اهوت، انا بتعامل مع اليوني سواب. انا مثلا عايز اعمل مالتي هاب سواب، وليكن انا عايز اعمل مالتي هاب سواب.
انا ما اعرفش احسب ايه اللي بين الايثيريوم والام كي ار اللي هو الداي. مين اللي بيسهل على الموضوع دوت؟ هو الراوتر، اليوني سواب او السمارت كونتراكت راوتر. انا كيوزر بتعامل معاه وهو اللي بيقدر يحدد لي المسار دوت. وليكن لو انا هعمل مالتي هاب سواب، يقول لي انت لو عايز تعمل سواب بين الايثيريوم والام كي ار، هتعمل سواب بين الايثيريوم والدي اي اي الاول، وبعد كده من الدي اي للام كي ار. مين المسؤول على الكلام دوت؟ الراوتر. مين اللي بينادي الفانكشن او بناداها منين؟ هو اليوني سواب راوتر، بينادي على كل فانكشن من اليوني سواب فيرجن 2 بير، سواء هعمل ادد ليكويديتي او ريموف ليكويديتي او سواب. سواء هعمل هنا ادد ليكويديتي او ريموف او سواب.